دكتور انت بتأيد جزء تاني من صعيدي عشان الكلام ده بيروح ويجي بيروح ويجي. انا لو علي لو علي انا مش معاه يعني. هم عايزين يعملوه طبعا. يعني الكلام ده بيروح ويجي. حضرتك عارف الكلام ده. دكتور مدحت وجمال لو حبوا يعملوه بس انا وجهة نظري ان صعيدي قايم على فكرة تضارب الثقافات. ثقافة واحد جاي من الصعيد مع ثقافة الجامعة الأمريكية. النهاردة بعد 20 سنة هو بقى نفس الثقافة. الدراما جاية منين؟ هيعمل فيها ايه؟ الله اعلم. جايز مدحت يقدر يعمل حاجه جديده يستغل فيها شخصيه الصعيدي بس مش كصعيدي، يعمل اي حاجه ثانيه. لكن انا مثلا هو هيكمل ممكن غالبا يبقى استاذ بقى في الجامعه الامريكيه. ما هو المفروض هيبقى استاذ بس استاذ بعد 20 سنه هيبقى قاهري يعني مش هيبقى صعيدي. صحيح اتغير صح. واخد بالك؟ لكن انا مثلا بنفكر بشكل جدي نعمل جزء تاني من مافيا. لان مافيا وارد جدا ان بعد 20 سنه دول يخرج الجزار او يهرب الجزار فيقرر الانتقام. فيبقى عندك سلاح تقدر تشتغل. وعباس ابو الحسن يطلع يقول لنا تاني عجبا لكم ايها المصريون. لا يعني اقصد ان في حاجات تنفع ليها جزء تاني وحاجات ما تنفعش. انا بشوف ان الصعيدي صعب. دكتور محمد طول الوقت بنقول ازمه سينما. انا المره دي عايز اتكلم معاك عن مش بس السينما، ازمه سينما، في ازمه انتاج. في ناس بتقول لا والله عندنا كثافه انتاج وغزاره انتاج، في ناس بتقول لا بس مش بالشكل اللي انا مش عايز ادخل فيه. لا غزاره وكثافه دي ما نقدرش نقولها لان انا يعني السنه دي والسنه اللي فاتت بعمل 30 فيلم والسينما المصريه اكبر من كده بكتير. بص هو كان زمان كلمه ازمه مرتبطه بكلمه سينما من زمان. بس دي الاسباب اخرى غير اللي بتحصل دلوقتي. كان زمان السينما اصلها سلع مختلفة شوية عن كل السلع اللي في الدنيا. انا بعمل المج ده مثلا كشركة، اللي بيصنعه عارف ان عامله عشان نشرب فيه مية او شاي، واللي بيوزعه عارف كده، واللي بيبيعه عارف كده، واللي بيشتري عارف كده. دي شغلته. السينما شيء مختلف. السينما صناعة مختلفة. صناعة قد يكون الفيلم تجاري، قد يكون إعلاني، قد يكون إعلامي، قد يكون ثقافي، قد يكون علمي، له مليون حاجة اتجاهات. إذا لم يتفق الجميع على النوع بما فيها الجمهور المتلقي الدنيا تبوظ، الصنعة تبوظ. بمعنى إن أنا عملت مثلا فيلم الليمبي كسر الدنيا. ليه؟ اللي عاملينه عارفين انهم بيهزروا، والمنتج عارف انه بيهزر، والمخرج عارف، والمتلقي داخل عشان يتفرج على اعصاب. ماشي كلنا اتفقنا.